بالنسبه للمقادير دائما غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا تنوريكم الادوات اللي غادي نخدم بهم. بالنسبه لهذا الشكل الثالث انا عندي الطحين باش غادي نطلق العجينه، المرشم اللي غادي ندير به الحلوى اللي غنرشم به الحلوى اللي هو كيتسمى مرشم الليمونه اولا البرتقاله، المنقاش والمراشم الصغار اللي غادي ندير بهم الوريدات في التزيين. بالنسبه للعقده ديال اللوز والعجينه الا حضرناهم من قبل وحطيناهم في الثلاجه ضروري ما كنخرجوهم من قبل بنصف ساعه قبل ما كنخدموا بهم باش كيطلقوا وما كيبقاوش قاصحين ويجيونا صعاب في الخدمه. هنا كنعبرهم يعني تنوزن الحبات ديال العقده كندير فيها 14 غرام. هذا القياس كيجي هو هذاك مع هذا الشكل. بالنسبه اللي شاد عبارو في يدو يخدم بلا ميزان، ولكن تنقول بالنسبه للمبتدئين من الاحسن يوزنوا العقده باش تجيهم قاده، ما تجيوش وحده كبيره وحده صغيره، وملي كيبغيو يشكلوهم بالمرشم اولا بالمنقاش ما كتجيوش الحلوه مقاده، وحده كتجي كبيره وحده كتكون صغيره، فمن الاحسن يوزنوهم. واللي ما قدرش يوزن اولا ما عندوش الميزان ياخذ غير عبارو بيدو يكون متحكم في يدو ويدير حبه وحده ويجربها بالمرشم وكيمشي على هذا القياس. صافي هنا من بعد ما كنطلق العجينه اللي كتكون رقيقه بزاف حتى كتبان ليا الرخامه اولا اي حاجه تنخدم عليها، ضروري ما كنورقوا العجينه مزيان باش كنحصلوا على حلوه اللي كتجي زوينه وما كتجيش باينه فيها العجينه بزاف. بالنسبه لهذا المرشم اولا القطاعه فيهم ثلاثه القياسات، كاين الحجم الكبير الحجم المتوسط والحجم الصغير. انا تنخدم بالحجم المتوسط كما تيبان لكم كتجي فيه التقطيعه هي هذيك، ما كتجيش العجينه لا زايده لا ناقصه. كما تلاحظوا كنحط العقده وسط العجينه تنقلبها وكنبدا كنجبد فيها بيدي يعني كنهبط العجينه حتى كنغطي العقده كامله. والا كانت عندنا العجينه مثلا شيطه راه كنجبدوها بيدينا وتنقطعوها، لان بالنسبه للمبتدئين يقدروا يخليو العجينه تكون غليظه شويه وملي كيبداو يجبدوا فيها راه غادا تشيط ليهم. الا شاطت لكم العجينه او لقيتوا الزوائد فقطعوها بالموس وحيدوها ما تكوروهاش وتخليوها لتحت. صافي هنا من بعد ما كنغطي الحلوه كامله بالعقده تنحطها في شويه ديال الطحين وحتى المرشم تنديرو في الطحين باش ما كيلصقش في العجينه وكيعطيونا سنينات اللي كيكونوا مقادين وواقفين. هنا بالنسبه لهذا المرشم راه كيسهل علينا كيدير دوك السنينات هما اللي تنهزوهم بالمرشم وتنقشوهم نقشه حدا نقشه ويكونوا واقفين، نخليو يدينا مقاده ما نخليوهاش مايله باش يجيونا النقشات واقفين وباينين. كيف ما كتشوفوا كندير رشمه حدا رشمه ما كنديرش الفرق بزاف باش كتجي الحلوه كلها مسنه ومقاده. وهذا المرشم راه ماشي ضروري نخدموا به هذه الحلوه، راه كنخدم انا اغلبيه تنخدمها بلا مرشم، كنحط غير ملي تنكورها تنحط صبعي في الوسط ديال الحلوه وتندورها بالمنقاش كتعطيني نفس الشكل ونفس الزواقه ديال هذا المرشم. انا خدمت بهذا المرشم في هذا الفيديو على حساب المبتدئين باش تجيهم الحلوه سهله، وحتى النقيش اللي كينقش اول مره يجيهم ديك السنينات يسهلوا عليهم وتجيهم سهله. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه اللي عندي كامله ديال الحلوه. هنا راه كندير تقريبا 10 الحبات ولا اكثر على حساب السرعه ديال الايد، كل واحد تيخدم على حساب السرعه ديال يدو. اللي يدو ثقيله ما يديرش العجينه بزاف يعني يغلفها بالعجينه ويحطها، لان العجينه كتنشف الا تعطلنا كتنشف وملي كنجيو نقشوها كتقطع لينا العجينه وكيخسر لينا الشكل ديال الحلوه. من بعد ما ساليت الحلوه كامله وستفتها في الصينيه اللي غتدخل الفرن خديت شويه ديال العجينه بيضاء وضفت عليها ملون غذائي. اللون كيبقى حسب الرغبه ديروا اللون اللي بغيتو. بالنسبه لهذا اللون راه ما فيهش النكهه غير اللون بوحدو. صافي هنا كنضيف شويه بشويه وانا كندلك في العجينه بالكف ديال يدي باش كتعطيني اللون اللي بغيت وكتخلط لينا العجينه مزيان وكترجع لون واحد. كندلك وفي نفس الوقت كنزيد الملون، ما كنديرش مره واحده كندير شويه بشويه باش يخرج لي داك اللون اللي انا بغيت، وكندلكوها مزيان باش كتقاد لينا في اللون ويجي لون واحد. من بعد كنطلقها مباشره ما كنخليها لا كترتاح لا حتى شي حاجه، غير كنجمعها وتنطلقها وكنرش عليها الطحين باش ما كتلصقش وحتى هي كنرققها مزيان بحال العجينه اللي كنغلفوا بها العقده، لان هادو غيكونوا غير وريضات وحده فوق وحده ضروري ما كنرقوهم مزيان. كنبقى نرش الطحين مره حتى كنكملها وتتورق عندي مزيان. الجهه اللي غادي تكون هي الاخرى يعني هي اللي غادي تكون الوجه
ما كنديرش فيها الطحين باش كيبقى اللون ديالها باين وما مخلطش مع الطحين. صافي هنا من بعد ما تنطلقها مزيان كناخذ شويه ديال الماء عادي وتندهن به دوك الحلوات اللي محطوطين. كندهن غير شويه من الوجه ديالهم. من الاحسن ديروا غير صبعكم ما ديروش البانزو اولا الشيته باش ما كيهش لكم الماء بزاف. وكناخذ المرشم بالنسبه لها جوج مراشم، كاين واحد صغير وواحد كبير. دائما كنرشم بالمرشم الكبير. بالنسبه للوريده اللي غندير في الاول كندير وحده كبيره والورده الثانيه غادي تكون صغيره. كنهزها ونحطها وكنضغط عليها شويه باش كتلصق ليا مع الحلوه، لان داك الماء هو اللي غادي يلصق لينا الحلوه مزيان مع الوريدات. بالنسبه لينا دائما تندير الماء ما كنلصقش ببيض البيض ولا شي حاجه اخرى. الماء كافي، غير ما تكثروش الماء باش العجينه ما تفزقش لكم. غير كدهنوا دهنه خفيفه بالصبع ديال يديكم وكتحطوا الوريده الاولى. من بعد كنطلق العجينه البيضاء وتنقطع بنفس الطريقه وريدات صغار بالمرشم اللي تيكون صغر من المرشم الاول باش هذيك الورده البرتقاليه كتبقى باينه عندنا مزيان. هنا ما غاديش ندير الماء، غادي غير نحط الورده لان غادي نلصقها بهذا البانسو. وفي نفس الوقت كندير ثقب في الوسط باش من بعد ما كطيب الحلوه غادي نزينها بالعقيق الفضي. صافي وغادي ندخل الحلوه الفران كطيب على نار اللي كتكون مهيله وشاعله غير من الاسفل. غير بدا كتاخذ لون ذهبي كنخرجها من الفران. من بعد ما كنخرجها من الفران وهي مازال سخونه كندهنها بالناباج مزيان وكنحاول ندهن لها دوك الجوانب باش الناباج كيدخل فيهم. صافي وغادي نرجعها للفران لمده ديال 5 دقائق بالضبط والنار كتكون من الفوق باش كيثبت عليها الناباج وكتشد فيها الناباج مزيان. من بعد ما كتبرد ملي تنخرجها من الفران ما كنمسهاش كنخليها حتى كتبرد على خطرها. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم. من بعد ما بردات مزيان زينتها بالعقيق الفضي. تقدروا تزينوها حتى بالعقيق الملون. دائما الزين كيبقى حسب الرغبه وحسب المتوفر. كنتمنى هذا الشكل ديال الحلوه يعجبكم ويجيكم سهل في التحضير وناجح. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والتشجيع. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.